اصلا اسهل حاجه، اكتر حاجه تسهل عليا الدنيا ايه؟ انك تعرف وتتعلم يبقى عندك مهارات. انت كده كده هتعيش مأساة الحياه، حلو كده. فاذا خلاص ده الطبيعي، ده الواقع. انت بس وانت صغير ما بتبقاش حاسس بيه، عشان هي اكبر مشكله عندك ان البامبرز عامل لك تسلخات. فدي كانت اكبر مشاكلك وانت صغير. كل ما بتكبر شويه بقت مشكلتك في الواجب، والابله هتضربني ومش عارف ايه، ولا المس بقى والحركات دي. تكبر شويه مشاكلك بتكبر معاك، صح كده؟ لما تيجي تواجه بقى الحياه وبتاع، فانت لسه بعقليه ايه؟ ان البامبرز عامل لي تسلخات، فانت ده كل اللي مضايقك. لكن انت مش قادر تكتشف ان الموضوع اكبر من كده. طب يتحل المواضيع دي كلها ازاي؟ يبقى عندك فكره، تقرا، تتعلم. ده بجد. طول ما انت فاضي، طول ما هتبقى عليك اعباء وعندك مشاكل، طول ما انت وهتلبس في يساعدك. لا يعني انت عايز تساعد نفسك بالمعلومات. ما هو انت عايز حد يساعدك وكل حاجه، بس مين اللي هتختار ازاي اللي هيساعدك؟ ما انت عشان تختاره لازم انت تبقى فاهم. عشان ما توهش منك. بس مش هتوهك، بس اديني انا تايه في حته. هديك اخر يا عم بس عشان خاطري ان انا ما اكونش شخصيه اعتماديه، صح كده؟ يعني انت بتفرقني ان انا اكون راجل معتمد او انا راجل خملان مش عايز اتعلم. اللي انت بتقول ان الحل في انك انت لما تتحط في مشكله وتتزنق لازم تعرف عنها كل حاجه علشان تقدر توجه نفسك في حته مظبوطه نوعا ما. هي دي اللي انا يعني انت الحياه لما بتضغطني مثلا، لو انا مثلا يئست في شيء معين، تمام، انا خلاص انا اتضايقت من حاجه معينه، دي فرصه مش نقمه. فرصه، صح كده؟ احنا بنتكلم في الموضوع دي اللي عنده خبره في اي حد يا جماعه ياخد على دماغه يبقى فرصه. بس هو اي حد عنده خبره وعدى سن معين وعنده تجارب، فاهم كويس قوي، وعنده قاعده بتقول ان اي ازمه هي فرصه. هي الفكره كلها في النظام. صح. انما اللي ما عداش على حاجات هو مش عارف يعني ايه الازمه فرصه، ومش عارف يعني ايه المشكله فرصه. بس مش هنتكلم فيها لانها طويله. بس خليني اوضح لك اللي قلته تاني بالراحه.